تفجير وقتل وخطف في الجنود وكانت مدعكه. بريطانيا اعلنت ان بيجن ارهابي وقالت هاتولي الكلب ده. البداية كانت سنة 1840 لما وزير خارجية بريطانيا لورد بالمرستون بعت رسالة للسفير بتاعه في اسطنبول يقول له ما تتجدعن كده وتقنع لنا السلطان عبد الحميد ان الحكومة الانجليزية شايفة ان هو ده الوقت المناسب علشان يفتحوا الطريق لليهود للهجرة لفلسطين، وهنزودك 10 جنيه بس اقنعه. ولما السفير حاول يكلم السلطان قال له لا، عايزين نكون لزاز كده مع بعضينا، والموضوع ده مرفوض تماما وما تفتحوش معايا تاني. وفي سنة 1849 رجل الأعمال البريطاني اليهودي موشي مونتفيوري زار فلسطين علشان يشوف أحوال اليهود اللي هناك، واللي شافه ما عجبوش. لقى في استقباله أكتر من 500 يهودي، الفقر مسافلتهم رايح جاي لدرجة إنهم كانوا ماشيين بهدوم مقطعة وحافيين كمان، فصعبوا على مونتفيوري، ما هم يهود زي بعض. فراح مقدم طلب للباب العالي في اسطنبول علشان يسمحوا ليه يبني ملاجئ إيواء لليهود في فلسطين، وسمحوا ليه وبنى 27 كوخ بره سور مدينة القدس القديمة. ودي بقى كانت بداية الاستيطان اليهودي. وكان من ضمن رجال الأعمال اللي زاروا فلسطين البارون البريطاني اليهودي أدموند روتشيلد، زارها 4 مرات علشان يعرف هيقدر يستثمر فيها ازاي ويحولها لدولة إسرائيل. في الفترة دي كان عدد اليهود في فلسطين حوالي 3000، وروتشيلد كان راجل مريش على الآخر، مول بأكتر من 14 مليون فرنك علشان يعمل 30 مستعمرة إسرائيلية. متصرف القدس لقى إن فيه هجرات من اليهود لفلسطين ما اطمنش، فعلشان يخلي مسؤوليته بعت رسالة لاسطنبول يقول لهم فيها على الهجرات دي. وبرغم إن نسبة المهاجرين كانت 2%، بس السلطان العثماني قال لا كده أنا بدأت أتوغوش وفي حاجة غلط وفي خطر بيحاوط فلسطين، وراح رازعهم قرار بتحريم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، وقال لهم ما تسمحوش لليهود إنهم يستوطنوا في فلسطين. وفضل القرار مستمر لحد سنة 1909. عداكي العيب يا حاج عبد الحميد. بس القناصل بقى قالوا له انت القرار ده تبله وتشرب ميته. والهجرات اليهوديه فضلت مستمره، صحيح مش بنفس القوه بس استمرت، لان القناصل كانوا بيشربوا الموظفين شاي بالياسمين علشان يسهلوا دخول المهاجرين، وكمان ما يسجلوش اساميهم في لائحه الزوار. وفي سنه 1885 ظهر في العالم مصطلح الحركه الصهيونيه على ايد الكاتب النمساوي ناتان برناباوم. والحركه الصهيونيه قامت على فكره تاسيس دوله قوميه يهوديه لليهود في فلسطين، وسماها بالحركه الصهيونيه على اسم جبل صهيون في القدس، على اساس انهم بينتموا للمكان ده وان الارض دي ارض الميعاد وكده يعني. لا صايع يالا. بس ما كانش هو صاحب الفكره الاساسي. صاحب فكره مشروع الدوله اليهوديه الصحفي السويسري تيودور هيرتزل، اللي كتب كتاب الدوله اليهوديه سنه 1896. والراجل كان صريح جدا في كتابه وقال انهم عايزين يعملوا دوله لليهود في فلسطين، ووصفها انها ارض بلا شعب. ارض بلا شعب ازاي؟ انت بتستعمل يا هرم؟ مساعد تيودور بعد نشر الكتاب بعت 2 من رجال الدين اليهود لفلسطين علشان يشوفوا الدنيا هناك عامله ايه ويعاينوا على الواقع. ولما وصلوا بعتوا رساله من سطر واحد بس لخصت كل الكلام اللي ممكن يتقال. العروس جميله جدا ومستوفيه لجميع الشروط ولكنها متزوجه فعلا. طبعا الرساله دي نسفت كلام تيودور انها ارض بلا شعب. وفي سنه 1897 عملوا مؤتمر في بازل السويسريه، وكان رئيس المؤتمر تيودور هيرتزل، واعلنوا بشكل رسمي قيام الحركه الصهيونيه العالميه ومقرها فيينا. بس عشان مشروعهم يكمل كان لازم يتوفر حاجتين مهمين: تمويل مادي وقوه كبيره تسندهم في مشروعهم. من جهه الفلوس فهم ناس ما بتغلبش، اسسوا الكيرن كيمت اللي هو الصندوق القومي اليهودي، صندوق كده عملوه علشان يجمعوا فيه الفلوس اللي هيصرفوا بيها على المشروع. فضلت القوه الكبيره فقرروا انهم يروحوا للسلطان عبد الحميد في اسطنبول علشان يساندهم في مشروعهم. وزار تيودور اسطنبول 5 مرات، كل مره يحاول فيها يقابل السلطان ما يعرفش. اصل السلطان كان عارف هو عايز يقابله ليه، فاللي هو ما تاكلش دماغي بقى. بس في مره منهم عرف يقابله عن طريق الواسطه، وعرض تيودور على السلطان 6 عروض، كل عرض انقح من اللي قبله. اول عرض كان 150 مليون ليره انجليزيه، دول كده في درج جلالتك ملناش دعوه بيهم، وسداد ديون الدوله العثمانيه كلها، وهنبني لكم اسطول لحمايه الامبراطوريه العثمانيه، وهنقدم لكم قرض ب 35 مليون ليره ذهبيه من غير فوائد، شبرقه كده على الدوله، وهنبني لكم جامعه عثمانيه اسلاميه في القدس. والعرض السادس بقى هو ان ثوره الارمن اللي انجلترا وفرنسا عارفين جلالتك بيها مش هتسمع لها حس تاني يا عم. امين. السلطان رد عليه وقال له مستحيل ابيع شبر واحد، لان الارض دي اصلا مش ملكي، دي ملك الشعب، وانا عارف انكم في يوم من الايام ممكن تاخدوها من غير مقابل اساسا، بس على جثثنا، لاني مش هسمح ليكم تشرحوا فينا واحنا احياء. وخرج تيودور من المكتب بعد ما السلطان عبد الحميد طرده وقال له ما اشوفش وشك تاني. تيودور قال هي مالها بردت كده ليه، وكتب في مذكراته ان عشان تقوم دوله اسرائيل لازم تسقط الدوله العثمانيه. وكانت البدايه في عزل السلطان عبد الحميد، ما هو وقف لهم زي اللقمه في الزور. ورجع تيودور للصهاينه وقفها يأمر عيش، وبدا يجهز نفسه تاني للسفر. فالصهاينه استغربوا وقالوا له على فين يا هدهد الجناي؟ قال لهم على بريطانيا. وفعلا سافر وعمل علاقات قويه مع السياسيين هناك.
ودعمت بريطانيا المشروع. لكن دعمها لحلم الصهاينة ما جاش من فراغ، هم كانوا شايفين ان تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين هيمنع اي محاولة لتوحيد المنطقة، يعني بالبلدي كده هتبقى الدولة الصهيونية بالنسبة لهم هي مسمار جحا اللي بيقرفوا بيه العرب. وفي سنة 1907 رئيس وزراء بريطانيا هنري كامبل قال ان اقامة دولة اسرائيل في المنطقة وقريب من قناة السويس هيكون قوة معادية لدول المنطقة وفي نفس الوقت صديقة للدول الأوروبية. يعني الكلام كان على المكشوف. والمؤرخ البريطاني يوجين روغان قال إن إحنا ادينا أطهر أرض لأقذر شعب بس علشان ننتقم من المسلمين والعرب بعد طردهم لينا من أورشليم على إيد صلاح الدين. اليهود دخلوا فلسطين حافيين وعريانين حرفيا، وكانت القوات البريطانية بترشهم بالمبيدات الحشرية علشان تخلصهم من الحشرات قبل دخولهم فلسطين. طب مش كنتوا تنضفوا قبل ما تيجوا؟ ولما اتعزل السلطان عبد الحميد سنة 1909 واتنفى لليونان، اتحط مكانه السلطان محمد الخامس، مجرد شكل مش أكتر. الصهيونية وقتها ما صدقت وقالت يلا هو غار غرة بلا رجعة، نشوف شغلنا احنا بقى ونحاول نقنع الفلسطينيين انهم يبيعوا ارضهم. لكن الفلسطينيين من كل الفئات، فلاحين واصحاب حرف وكمان عائلات كبيره، رفضوا بيع اراضيهم، لان اصلا من قبل عزل السلطان الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس كان عامل هيئه بتكليف حكومي سنه 1897 مهمتها التدقيق في اوراق نقل الملكيه علشان يعرفوا الاملاك بتروح من مين لمين. والهيئه دي منعت بيع اراضي كتير جدا لليهود، ده غير الحزب الوطني العثماني اللي اسسه الشيخ سليمان التاجي واللي كان مهمته توعيه الناس في فلسطين. وفي سنه 1916 حصلت اكبر حركه نداء عربيه وتورط الشريف حسين ملك المملكه الحجازيه الهاشميه في وعد بلفور، وكان قصاد مباركته للوعد المشؤوم مساندة بريطانيا ليه في ثورته على الدولة العثمانية وامتداد ولايته من مكة للشام. واتعاملت معاهدة بينه وبين بريطانيا مع السير هنري ماكماهون، لكن نقبه طلع على شون وكل أكبر ألم ممكن يكون كله في حياته، لأن في سنة 1917 الثورة البلشقية في روسيا كشفت اتفاقية سايكوس بيكو بين بريطانيا وفرنسا، وفي الاتفاقية دي بريطانيا وفرنسا كانوا خلاص قسموا منطقة المشرق العربي بينهم، تكية أبوهم هي. وطلع الشريف حسين من المولد بلا حمص، وبعت وزير خارجية بريطانيا أرثر جيمس بلفور لويلتر روتشيلد اللي كان من أهم أعضاء الصهيونية يقول له ابسط يا عم، بريطانيا بتوعدكم تساعدكم في عمل وطن قومي لليهود في فلسطين، أراك توزع من مال أمك. وكان ده وعد بلفور المشؤوم، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وفي سنة 1919 اتعملت معاهدة سلام فرساي وانسحب من المعاهدة الشريف حسين اللي هو انتوا جايبيني اتصور معاكم مثلا؟ ما في النهاية بتعملوا اللي انتوا عايزينه. فبريطانيا اتخنقت منه، نظام ما ترغيش كتير، كل القلم وانت ساكت، وسحبوا دعمهم ليه وتعازل الشريف حسين واتنفى القبرص، وده اقل واجب. وحصلت بعدها شوية مشاكل انتهت بتسليم الحكم لعبد العزيز آل سعود. ولما انهزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى بدأ الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية سنة 1920، وعينت بريطانيا أول مندوب سامي ليها في فلسطين هاربرت صموئيل. ونزل صموئيل قرارات بعزم ما فيه علشان يسهل اللي ما يتسموش السيطرة على الأرض. وأول حاجة عملها لغى قرار السلطان العثماني عبد الحميد بتحريم بيع الأراضي لليهود. وطبعا بعد الانتداب بقت أملاك الدولة الفلسطينية تحت ايد بريطانيا. ومش هقول لكم بقى بريطانيا عملت ايه، قدمت الاملاك الحكوميه الفلسطينيه على طبق من ذهب للمنظمات الصهيونيه علشان يبنوا عليها المستوطنات. وكمان قدر بني صهيون انهم يتمموا صفقه مرج ابو عامر، ودي منطقه كانت واخده مساحه كذا قريه وكان الفلاحين شغالين فيها بحق الانتفاع، قدروا يشتروها من عائله صرصق المغتربه. الكلام ده وفق وثائق تاريخيه فلسطينيه. وفي سنه 1929 حصلت ثوره البراق او هبه البراق، لأن الصهاينة كانوا عايزين يسيطروا على مكان الهيكل عند حائط المبكى. والثورة دي فضلت شغالة أسبوعين، ودي كانت تعتبر أطول فترة حصل فيها صدام بين العرب والصهاينة من يوم ما الانتداب البريطاني حط رجله في الأراضي المقدسة. والثورة دي طبعا قاومتها بريطانيا، وما كانتش لوحدها، كان معاها عصابات الهغانة والأريغون والشتاغ الصهيونية. وفي سنة 1933 الاحتجاجات زادت والدنيا ولعت وبدأت المقاومة الشعبية. صحيح هي ما كانتش منظمة قوي، بس كهربت الصهاينة. والسلطات البريطانية لما لقت انها تبقى في مقاومة شعبية جرمت المقاومة وسحبت السلاح من العرب، وفي نفس الوقت كانت بتدعم العصابات اليهودية بكل انواع السلاح. كوسة يعني، بس بريطانيا هتدفع الثمن وهتشوفوا ازاي. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الولايات المتحدة دولة عظمى، وطلب الصهاينة في اجتماع بلتيمور سنة 1942، وده ما كانش اجتماع، ده كان انقلاب جوه الحركة الصهيونية نفسها. حضروا 600 مندوب وزعيم يهودي من 18 دولة، وفي الاجتماع ده استبدلوا القادة العاقلة شوية بقادة ما بترحمش. وطالب حبيب وزمان رئيس الصهيونية وديفيد بن غوريون رئيس الوكالة الصهيونية بنقل الثقل من بريطانيا لأمريكا، يعني من الآخر كده نقل مسؤولية المشروع الصهيوني من حضن ماما بريطانيا لحضن ماما أمريكا. واضح كده إن الصهاينة وقتها ما بقاش عاجبهم سياسة بريطانيا، فقرروا ينطروها ويقولوا لها كفاية عليكي لحد كده، اركني انت بقى شوية. بريطانيا قالت بقى دي آخرتها، يد أن لولا صوتك ما كنتش شفتك. وفعلا طالب الأمريكان بسرعة إقامة دولة
اليهوديه وطرد العرب منها. اخواننا البعدة بقى قالوا بس هو ده الشغل ولا بلاش، ودعم الرئيس الامريكي هاري ترومان القرار وهجر اكتر من 100,000 يهودي من امريكا لفلسطين. الصهيونيه قالت له يا حلو انت حبيب قلب ابو لهب من جوه، والامريكان اصلا ما صدقوا يهجروهم، دول ما كانوش طايقينهم. واللي بياكد الكلام ده ان الرئيس ترومان كتب في مذكراته رايه في اليهود، وقال انهم انانيين ومش بيهتموا بعدد القتلى من الشعوب التانية، وانهم لو قدروا يوصلوا لنفوذ سياسي ومالي هيبقوا اسوأ من هتلر وستالين في معاملة الناس. متشكرين لرأيك يا مستر هيري، احنا شايفين بعينينا. ولان الصهاينة لا ليهم عزيز ولا غالي ومعديين ليفل الوحش في الغدر والتكسكة، قرروا في المؤتمر الصهيوني سنة 1945 اللي كان رئيسه حييم وزمان انهم عايزين يخرجوا بريطانيا من فلسطين في اسرع وقت، ومش خروج سلمي اللي هو احنا متشكرين لخدماتكم وما نجلكوش في حاجه وحشه وكده يعني، لا دول جهزوا ليهم عصابات الهغانه والارغون والشتاغ، نفس العصابات اللي كانت بريطانيا بتدعمها بالسلاح علشان تهاجم العرب. بريطانيا قالت يا ولاد، وبدات العصابات تهاجم الجيش. بريطانيا كانت هتتجنن، ده احنا كنا لسه معاكم امبارح وكان ناقص تغني لهم على الحلوه والمره، مش كنا متعهدين؟ ومن وثائق انجليزيه العمليات وصلت ل 500 عمليه ضد الجيش، موتت مئات من الجيش البريطاني. رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل يا عينهم اتصدم وقال ان القفا كان صعب قوي وغير متوقع، وان اللي حصل ده كان كارثه هزت العالم كله، واني انا كتشرشل يعني الصهاينه سببوا لي عقده وجالي ازمه ثقه، ده احنا كنا اصحابهم وبنخطط ليهم مستقبلهم، يعملوا فينا كده؟ اخصى عليكم يا يهود. وبعد حوالي سنة الصهاينة لقت بريطانيا لسه برضه ما خرجتش من فلسطين، فقالوا ايه الدنيا انت لسه ما توبتش؟ بريطانيا قالت لها لا اضرب كمان عايزة توب. فرحوا اليهود مزودين العيار حبتين، وزادت العمليات بقياده مراحم بيجن، تفجير وقتل وخطف في الجنود وكانت مدعكه. بريطانيا اعلنت ان بيجن ارهابي وقالت هاتولي الكلب ده، لكن طبعا ما عرفوش يقبضوا عليه. والعمليات دي اجبرت الجيش البريطاني على الانسحاب من فلسطين، وقالت انا خلاص برفع ايدي، واعلنوا دوله اسرائيل. وبيجن بعد كده اترقى وبقى رئيس وزراء اسرائيل، وحاصل على جائزه نوبل للسلام. وصل امتلاك اليهود للاراضي في فلسطين قبل الحرب العالميه الاولى 400,000 دونم، وفي فتره الانتداب البريطاني وصلت ل 575,000 دونم. وفي سنة 1948 قبل إعلان دولة إسرائيل كانوا بيملكوا حوالي 1,700,000 دونم، يعني حوالي 6% من الأراضي الفلسطينية. جه بقى ديفيد بن غوريون اللي كان رئيس الوكالة اليهودية، وبعد كده بقى رئيس وزراء الكيان، ومعروف بأنه الأب المؤسس لإسرائيل. قال لهم إيه اللي انتوا بتهببوه ده؟ شراء أراضي إيه وكلام فاضي إيه؟ إحنا لسه هنقنعهم عشان نشتري، انتوا كده بتضيعوا وقتكم وكمان فلوسكم. قالوا له طب نعمل إيه يا أبو العريف؟ قال لهم مفيش غير السيطرة على الأرض بالقوة العسكرية، وإحنا جايين نشحت هنا؟ لا العفو، ما تقولش على نفسك كده، انتوا جايين تسرقوا. وصدر قرار التقسيم من الامم المتحده سنه 1948، القرار 181 بتقسيم فلسطين دولتين يهوديه وعربيه، وبقى لليهود في فلسطين من 6% ل 60%، 10 اضعاف حته واحده يا حراميه، دي مش معلقه كشر يا ضبش. اليهود من فرحتهم بالقرار بقى ناقص يقولوا طعم لي 650 مسكين يا حسن. وفي حرب النكبه سنه 1948 وصل سيطرتهم على الاراضي ل 80%. شوفوا بعد اللعب على الحبال السنين دي كلها لحد قبل قرار الامم المتحده ما كانوش يملكوا غير 6% بس، يعني ما باعوش اهو زي ما بيحاولوا يرسخوا في عقولنا، ولحد النهارده لسه القضيه شغاله والظلم مستمر. خليك جدع بقى وما تنساش سبسكرايب واللايك، وكمل جدعنا وما تنساش الشير.